ما يكفي الوقت أن تصلي إلى المستشفى فجأة سكرة الموت بالحق تلك هي الحقيقة المرة التي سيواجهها كل مخلوق. والله ستموت. لا يريد ذكر الموت. إذا ذكر بالموت قال يا أخي غير الموضوع. قال الله ويقال يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا. لا يريد أن يتذكر، لا يريد أن يسمع شيء عن الموت، يخاف، يظن أنه سيخلد. حادي الموت يا أسير الغفلات أصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. إنها رسالة إلى الذين يتمتعون بالشهوات. عش ما بدا لك، اسمع أغاني، انظر إلى أفلام ومسلسلات، اسمع ما شئت في رقصه في طربه. والله ستأتي اللحظة ستنقضي عنك شهواتك. إلى كم بات عاني عن أمور رابحات وإلى كم أنت ضايع في بحار الشهوات. من قلبك أصلا بالله والعظات بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات عن أخيه قيل مات. يا ويلها أين تذهبون بها؟ يا صراخ والله لو سمعوا صراخه لرموا بجنازته ولكنهم ما يسمعون. إلا أن الله يسمع. لأنها الحفرة التي ستظلم عليه وسيضيق عليه قبره. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لوحدك تعيش بين الديدان ينبشون في جسدك نفسك تصرخ. أنت تسمع قرع نعالهم بعد أن دفنوه. أين تذهبون؟